لو عندي مجموعة من القيم تالتة إعدادي بجرب الامتحانات، وعايز أجيب الوسط الحسابي والانحراف المعياري في اختر، يعني مش عايز أشتغلها مسألة وأضيع وقت. كل اللي فيها إن أنت تضغط لي على المود في أي آلة، هتضغط لي على رقم 3 اللي هو الستيت، وبعدين هيدي لك قايمة اختار منها رقم 1 اللي هي فيها الفار، فعارفين الفار بتاع الكرة؟ أدي الفار. ادت لك عمود واحد بس، هتكتب القيم. تعال ما نكتب أي قيم. أدي مثلا 24 وهضغط على يساوي، وبعدين هضغط على في مثلا 15 وهضغط يساوي، وبعدين 16 مثلا برضو وهضغط على، يبقى كل كلمه هضغط على يساوي بس، و3 و35 وهضغط على يساوي، هضغط على يساوي، تاكد انها اتضغطت. وبعدين 10، لا دي مش 10، 10 اهي، ويضغط على يساوي. بعد ما تضغط على يساوي اضغط لي على زرار الاي سي، شايفه اهو، ده زر التخزين. عملت لك زيرو على الحاسبه، هي مش مشيت، هي اتخزنت جوه. عايزه استدعيها هضغط على شيفت وواحد واربعه، هتديني 4 اختيارات. عايز عدد القيم اضغط على 1، عايز الوسط الحسابي اللي هو اكس بار اضغط على 2، 2 وهقولها يساوي، هتقول الوسط الحسابي 20. جميل. طيب عايز اجيب الانحراف المعياري، برضو شيفت واحد واربعه، هضغط على رقم 3 اللي هو الوسط الحسابي، هتقول لي هنا عندك بيساوي 8.7 من 10. اشوفكم يا تالتة اعدادي في